بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ مشوية في البيت أحلى من الجاهزة بكتير، ومن جوه اللحم مستوي ودايب دوب زي ما انت شايفة كده، خطيرة وشاربة من التتبيلة وسهلة قوي. المكونات بقى اللي احنا عايزينها مع بعض: الفرخة بقطعها 8 أو 4 براحتك خالص، أي قطعية في الفرخة انت عايزاها، طبعا غسلها ومنضفاها كويس قوي. الخضار عايزه طماطم وعايزه بصل، فلفل اخضر وفلفل حامي، والفلفل الحامي بيديها طعم خطير. التوابل بقى ملح وفلفل وبابريكا مدخنه وملح ليمون وسماق، عصير ليمونتين، معلقه كبيره او معلقتين دبس رمان ومعلقه صويا صوص. اجيب بقى في الكبه بتاعتي الخضار، وطبعا اجيب التوابل بتاعتي انزل عليه بالتوابل كلها، هحط طبعا عصير الليمون والتوابل كلها، ومعلقتين زي ما قلتلك دبس الرمان بيديله مزازه مع السماق مع ملح الليمون، خطيره، بتدي طعم خطير، والبابريكا المدخنه بتديها طعم حلو قوي، ومعلقه صويا صوص. بس كده. اضرب بقى الخلطه ضربتين كده كده تمام، تبقى الخلطه عندي جاهزه. طبعا زي ما قلت لك غسله الفراخ ومصفيها كويس قوي من ميتها. اجيب بقى الفراخ اعمل فيها شقوق كده بالسكينه علشان الخلطه تدخل جواها، وطبعا التتبيله دي قعديها ساعتين او يا ريت كمان تعمليها قبليها بيوم، بتبقى تحفه. انا طبعا هتبل الفراخ كلها من تحت الجلد كده، وبعدين اغطيها بالجلد من فوق وتحت وارصصها. الفراخ دي هنسيبها، انا عن نفسي هسيبها يوم كامل في التتبيله. بصي الفراخ بعد ما قعدت يوم كامل في التتبيله كده، انا خلصت كلها. هوريكي لونها بعد ما قعدت يوم كامل في التتبيله. لون الجلد نفسه، بصي لون اللحم نفسه بيكون شارب من التتبيله وحلو قوي. طبعا اكون مسخنه الفرن ومولعه الشوايه بس، اهو حطيتها في الفرن ومولعه الشوايه من فوق بس، واسيبها، مش هولع الفرن من تحت. هاخدها كده شويه وبعدين اقلبها الناحيه التانية. انا مش هعمل غير اني هقلب، هتاخد مني ساعه الا ربع. بصي الشوت ازاي، ومن الناحيه التانية لسه تحسيها طبعا نيه ومنزله صوص كده. خلاص بقلبها كلها على الناحيه التانية وانا برضو مولعه الشوايه، وادخلها تاني الفرن. تاخد معايا بالظبط من نص ساعه لساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك. بصي استوت كلها وبقت طريه جدا، ولحمها من جوه بقى يعني بصي يعني بجد دايبه، وطعمها حلو قوي واحلى من الجاهزه بكتير، وفيها مزازه كده حلوه قوي. خدها بقى واقدمها في طبق التقديم بتاعي واوريها لك بعد ما اقدمها. بصي لو عملتي الطريقه دي هتبطلي تشتري فراخ مشويه في الجاهزه تاني من بره، وسهله وطعمها حلو قوي. واللي يجرب وصفتنا بألف هنا وشفا ليه.